هاي أنا يارا، لو انتوا جداد معانا فهاي أنا يارا. وطبعا لو انتوا معايا في الصالون من بدري فعلي يا ازيكم، وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده سيت اب مختلفة شوية. I'm sorry، بس كان لازم اطلع اعمل معاكم هذا الفيديو، بما ان انا طلعت وقلت لكم قبل كده ان انا متفرجش على اي كي دراما رومانسي. انا ستيل متفرجش على اي كي دراما رومانسي، بس من ساعة ما قلت الكلمة دي وقعت في مسلسلين مش مش كي دراما. انا ستيل لسه ثابته على مبدئي، مش كي دراما، بس اتس سي دراما. واللي بيتفرج على سي دراما رومانسي يا ريت يقول لي بيتابع مين فيهم. انا الفلاش ضارب في عيني فاني مش شايفه انا بعمل ايه، بس هنحاول. اول مسلسل معرفش ليه مفيش حد بيتكلم عليه كتير، بس انا ليه سبب وجيه على فكره انا مش بتفرج عليه. اول مسلسل هو The First Frost. جماعه جماعة مفيش حد، مفيش مسلسل أنا ستيل لسه عند مبدئي اتكلم عن ال avoidant attachment issues بهذه الطريقة. يا رب عرفتي منين؟ I am an avoidant attachment person بجد. فأنا I can feel البنوتة اللي طالعة البطلة، يا رب افتكر اسمها وانا بعمل لكم الفيديو ده، ان انا حرفيا ببقى فاكرة اساميهم وانا بتفرج على المسلسل، بعدين ما ببقاش فاهمة ايه اللي بيحصل. طيب أول مسلسل أنا اتفرجت عليه ليه؟ أدينا عرفنا أول مسلسل أنا اتفرجت عليه ليه. بيوضح فكرة ال avoidant attachment issues و the male lead. standards الستاندرز، انتوا مش متخيلين standards بالذات للناس اللي عندهم ال avoidant attachment هيفهموا احنا يعني we are hard to get يعني. and we are so picky، ولما بنختار ان احنا نبعد برضه، يعني بنختار وبنختار ان احنا نبعد. فصباح ليه؟ because يعني نفس reason، عشان احنا مش عايزين our beloved people to get hurt. So that's why, that's the only reason we are يعني ان احنا بنبوش people away. السينماتوجرافي بتاعت المسلسل ده حلوة قوي، وفي كوزي يعني feelings كده الواحد حاسسها بصراحة. يعني أنا حاسة إن أنا عايشة معاهم في أم البيت اللي هم مأجرينه مع بعض. فلأ يعني I recommend it لو حد يعني حابب يتفرج على حاجة light كده خفيفة، ملوش في السهوكة وكده بتاعت الكي دراما بتاعت اليومين دول. فلأ I recommend it بصراحة. في سهوكة كده يعني ما لازم برضه تبقى موجودة بصراحة، بس مش الأوفر ده يعني. شابوه للي عامل المسلسل ده. وانا عرفت ان هو متاخد برضو من اسمها ايه دي، من رواية بنفس الاسم تقريبا. ف it's so يعني nice to watch، وحبيت. انا لسه يعني لسه في الحلقة ال16 لان انا دخلت على مسلسل تاني و it's يعني so my vibes سي دراما برضو. اسمه آه، love and speed. ليه؟ لان هو النسخة بتاعت كالبامية. انا اتفرجتش على، يا رب اكون بنطقه صح، بس اللي هو في منه نسخة اسمها my fault بالانجليزي او your fault بالانجليزي، هبقى احطها لكم. فدي انا يعني اتفرجت عليه عشان انا عرفت ان هو النسخة الصيني منهم، يعني هتفرج عليه ليه. فايتس يعني سباق عربيات وتنشنة وكده، انا بحب هذه الحاجات. فدي رحلتي مع المسلسلات الصيني. اول مسلسل كان The First Frost، يعني ركنته شوية على بال ما اخلص Love and Speed، وبعد كده ارجع لنبع الحنان تاني. الجفاء اللي انا حسيته مع الناس دي كان يعني فوق طاقتي بصراحة، فكان لازم افصل في النص. فلا يعني I recommend it. و Speed and Love انا مش عارفة احكم عليه بصراحة. يعني هو انا شوية عاجبني، وشوية البت اللي هي اللي طالعة البطلة دي ساعات بتنرفزني كده في حركاتها دي، بس الميل ليد يعني إلى حد ما كويس. الفيميل ليد
يعني شوية تبقى كتكوتة كده وشوية تبقى over، وأنا ما بقيتش فاهماها بصراحة، ومش فاهمة أنا معاها في الحتة دي ولا لأ، لأن هي مش مسهوكة ومش يعني جامدة، يعني هي في النص. يعني هي بتحاول لأن هو تقريبا عشان هو اللي مربيها فبتحاول تتدلع عليه أعتقد، إنما غير كده هي شخصية عادية يعني، مش مأفورة. فيعني حباها شوية، حباها مش وحش. بس يعني لحد دلوقتي أنا في الحلقة أعتقد ال13، هو بينزل كل يوم تقريبا 30 حلقة. لما هخلصهم برضو هعرفكم ايه الدنيا. وانا اعتقد فيرست فروست يعني هو تحفة، بس يعني المشاعر فياضة اوفر على واحدة عندها avoidant attachment issues، يعني شوية يخليني يعني I want sang يعني اقل من كده مش مش هنقبل بصراحة على النبي. فاللي اتفرج على فيرست فروست يا جماعة وعنده attachment issues، والله حتى اللي مش عنده attachment issues هيفهم الموضوع. ف شكرًا على الhigh standards اللي عمّالة تعلى، 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 وإحنا مش عارفين نقنع نفسنا إن هُم fiction خلاص. خلاص مش عارفين، يعني مش عارفة أنتم بتعملوا فينا كده ليه؟ أنا عملت الlip liner بتاعي والmakeup بتاعي غير لمّا باعمله كل مرّة، وأتمنى إن شكله طالع حلو في الحقيقة، لإن بصراحة الكشاف ضارب في عيني جامد جدًا، أنتم مش متخيلين. يا رب بس أكون باينة لكم، عشان أنا حاسة إن أنا مش باينة أساسًا. بُصّوا أنا باتمنى أكون أنا كده باينة، وأعتقد أنتم كده شايفين الميك اب هو خفيف شوية، بس يعني that's the way I like my makeup، ما حبيتش احط كتير. بالنسبة لمسلسل first frost، طبعا هتقولوا لي عشان انا معرفش لسه، عشان انا لسه في النص، هل هو نهايته مرضية ولا لأ، هيبقوا مع بعض ولا تقعد بقى تسيبه ومش عارف ايه ولا ايه الحوار. احرقولي يا جماعة. انا ما بحرقلكمش، بس احرقولي يا جماعة. المسلسل التاني اللي هو لاف اند سبيد، هل كنتوا تعرفوا ان هو النسخة الصيني من كلبة مية؟ يعني انا ما اتفرجتش على الاسباني، والحمد لله في واحدة صاحبتي اكدت لي على انه it's not worth it، يعني فالحمد لله انا مش ندمانة ان انا ما اتفرجتش عليه. ف بس اتفرجت على الاجنبي طبعا وكنت حباه جدا، وبالنسبة لي it matches my vibe، يعني ما خلاص يعني خدت على العربيات والأدرينالين ده. الأدرينالين، ها تحسوا إن انتوا اللي سايقين بجد، مش حوار جامد أوي بصراحة بجد، يعني حوار التنافس ده لذيذ. فبالنسبة لي دول المسلسلين الصيني اللي أنا بدأت بيهم هذه السنة، أو نهيت بيهم هذه السنة، لأن أنا ما كنتش بتفرج على مسلسلات صيني، وطلع كان فايتني كتير أوي كأفكار، كتصوير، كاختيار ممثلين لذيذ لحد دلوقتي. ما اعرفش، بس سبيد اند لاف حبيته، بس يعني الاخت المسهوكه دي يعني ليه السهوكه الاولى؟ هنقول ممكن هي بتدلع عليه عشان هما متربيين مع بعض، بس خف علينا شويه، خف علينا شويه. المفروض ان انا كان بقالي الاسبوعين دول مختفيه، انا اسفه، ممكن نعمل نفسنا مش واخدين بالنا. الاسبوعين دول انا كنت بحاول اجمع افكاري عشان اعمل لكم، المفروض ان انا كنت هنزل لكم فيديو عن ملخص مسلسل تومورو. انا عارفه ان دي تالت مره اقول لكم فيها الموضوع ده، بس يا جماعة أنا ما باعرفش أتفرّج على نفس الK drama أو المسلسل أو الأفلام عادي، بس إن أنا أتفرّج على مسلسل تاني كامل في تاني absolutely not. يعني في ناس كتير بتعمل كده، بس أنا ما باعرفش. حاولت، أنا I tried وفشلت. باحاول أجهّز نفسي للموضوع ده، بس أنا يعني باتابع مسلسلين C drama، يعني واخدين طاقتي وكل وقتي، وحتى لو هُم مش واخدين وقتي أنا مش هاعرف أتفرّج على المسلسل مرّتين. حاولت إن أنا أتفرّج على الملخص، ما جاش معايا. الناس في حاجات بتفوّتها أنا بابقى يعني مركّزة فيها وعايزة أقولها، فأنا باحاول كده أجمّع شوية TikToks للحاجات اللي أنا عايزة أقول لكم عليها في الK-drama، عشان بجد الK-drama دي مُشبعة أوي وجميلة أوي وso cozy وقريّبة من القلب وحاجة كده، يعني في مناقشة لموضوع كبير جامد جدًا بجد بطريقة حلوة أوي. فأنا باحاول أستجمع معلوماتي عشان أطلع أقوله لكم.
وبس طبعًا مش هاوصيكم تعملوا لايك وشير وكومنت وسبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد. And yeah, that was the video of today. Hope you're enjoying watching it. لحد بقى إن شاء الله كده لما أنزل لكم مسلسل tomorrow، وهنعمل فيديو جديد كده يا رب يعجبكم. مش هقول لكم على كل الأفكار بقى، مش هحرق أفكاري بقى عشان ما تتحمسوش على الفاضي، يمكن ما اعملوش، يمكن I don't know. بس إن شاء الله أعمله ويبقى فيديو صح. See you.